الملخص بتاعنا بيبدأ بمشهد محير جدا في المستشفى، وبنشوف بنت اسمها يونج وهي واقفة مع والدتها المريضة كيرا واختها المدللة هيون، وبنعرف من سياق الأحداث إن يونج بتحكي لنا عن رؤية غريبة شافتها في منامها، وهي إنها بقت بتقدر تقرأ أفكار والدتها بعد ما فقدت النطق بسبب المرض. وفي يوم من الأيام أمها طلبت منها في خيالها إنها تشتري لها أحذية مريحة عشان رجلها وجعاها، ولكن لما يونج راحت بحب تشتري لها الأحذية دي ورجعت المستشفى وكانت بتلبس لها، اكتشفت الكارثة إن الأحذية فيها دبابيس حادة ومدفونة جوه النعل. وطبعا هنا الدكتور دخل فجأة وبدأ إنه يهزأ يونج قدام الكل ويقول إنها بنت غير مسؤولة ومستهترة، وكمان أختها هيون استغلت الموقف وضربتها بالقلم على وشها وقالت لها بأسوأ إنها كانت عايشة بره العيلة في ملجأ لمدة 20 سنة وإنها لسه راجعة ليهم قريب، ولكن ده مش مبرر تماما يخليها تنتقم وتأذي والدتهم التعبانة بالشكل ده. وقتها يونج كانت واقفة مصدومة ومش عارفة تتصرف ازاي ولا تدافع عن نفسها، ومن بعدها كانت رايحة البيت عشان تجيب مسجل صوتي لوالدتها عشان بتكون عايزة تعرف هيون بتقول لوالدتهم ايه في غيابها. ولكن قبل ما تخش البيت هيون بتوقفها هي وممرضة مأجورة وبيضربوها بجهاز الكاسيت التقيل على دماغها، وده طبعا بيخليها تقع وتموت بسبب النزيف الحاد اللي بيحصل لها. ولكن بنفهم ان دي كلها بتكون عبارة عن رؤية تحذيرية للمستقبل، ولكن طبعا هتحصل بالحرف، وعشان كده يونج بتكون مضطرة انها تغير الاحداث وتتصرف بذكاء عشان تنجو. وبنشوف ان اليوم الحقيقي اللي طلبت فيه والدتها منها عن طريق الاشارة والافكار انها تجيب لها شبشب جديد، وقفت يونج وما راحتش على طول زي الرؤية وفضلت تماطل مع امها وتضيع الوقت، لان اختها يونج كانت واقفة بتتكلم في التليفون بعيد، وكانت يونج عايزة تعرف ايه مضمون المكالمة، وبتفهم ان اختها شغالة دلوقتي موديل مشهورة وان التليفون والسمعة بالنسبة لها حاجة مهمة جدا وحياة او موت، والتليفون بتاعها بيكون هيفصل، وعشان كده يونج بتعمل خطة وبتخبي الباور بانك بتاع اختها عشان تضطر تخرج من غيره. وبتقول يونج لامها انها مستعجلة شوية ومش فاضية، ولما امها بتمسك ايدها برجاء يونج بتطلب من هيون انها هي اللي تجيب الشبشب، ولكنها بترفض بتكبر. وبعد شوية بتروح يونج تشتري الشبشب وبترجع المستشفى، وبتكون هيون رجعت كمان وتلبس يونج امها الشبشب بطريقة غلط ومقلوبة قصده عشان اختها تتدخل وتعدله، وده فعلا بيحصل. وطبعا كل الدبابيس اللي كانت مزروعة بتخش في رجل امها عن طريق ايد هيون مش يونج. والدكتور لما بيخش بيكون حافظ السيناريو وان هو يتخانق مع يونج، ولكن بيلاقي المفاجأة ان هيون هي اللي كانت ماسكة رجل امها وهي السبب، وعشان كده يونج بتمثل الصدمة وبتضربها وبتقول انها قليلة الادب ومؤذية. ولكن الغريب بقى ان هما بيطلعوا يونج برضه هي الغلطانة، وبيقولوا ان اكيد هيون الرقيقة مش هتعمل حاجة في والدتها اللي ربتها، على عكس يونج اللي اخدتها من دار الايتام لما كانت طفلة وممكن تكون حاقدة. وامها ذات نفسها بتشاور على يونج باتهام على انها اللي اشترت الشبشب، وساعتها يونج بتفكر وبتقول لنفسها انها مش فاهمة هي ليه امها بتكرهها قوي كده او حتى بتتضايق منها وبتلبسها كل مصيبة وتهمة، على الرغم من ان هي بنتها الحقيقية ومن لحمها ودمها. وبتكون امها قادرة تسمع صوت افكار يونج دي في دماغها، ولكن مش قادرة انها ترد، وبتطلب من البنات باشارة ضعيفة من ايدها ان هما يوقفوا خناقة وصوت عالي. وساعتها يون بتقول لامها بتمثيل البراءة انها مش لازم تصدق ابدا انها ممكن تأذيها، ولكن واحدة ست مريضة بتكون معاهم في نفس المكان والغرفة بتقول بصراحة ان هيون هي شكلها اصلا مش كويس ومريبة، وبتقول انها اكيد هي اللي عملت كده في والدتها عشان تخلص منها. وساعتها بتقول يونج لهيون انها مش فاهمة هي اللي بتعمل كده، ولما الام بتبدأ انها تتعصب على هيون وتشك فيها، هيون بتقول لها بجحود انها بنتها وربتها لمدة 20 سنة وانها دلوقتي واقفة في صف واحدة غريبة جاية من كام شهر وبترميها على السرير بأسوأ. ولكن طبعا ده بيصير غضب الست اللي معاهم في المكان وبتقول انها تتصل بالبوليس عشان اللي بيحصل ده. وساعتها هيون بتخاف وبتقول لكيرا ان هي حياتها كلها قايمة على السوشيال ميديا والسمعة، وانها لو اتحبست او اتفضح امرها هيكون كده مستقبلها راح. وساعتها كيرا بضعف امومة بتبدأ انها تترجى من يونج بانها تسيب اختها وما تفضحهاش، ولكن يونج بتقول انها عارفة مصلحتها. ولما امها بتكتب لها في كشكول ان هيون مش لها ذنب في كل ده، بتقول لها يونج ان الشرطة هي اللي تكتشف الحقيقة. وساعتها امها بيغمى عليها من الضغط، واول لما الدكتور بيفتح عينها وبيفوقها بتطلب من بنتها يونج مسجل التسجيل اللي هي كانت جايباه في الحلم. وساعتها يونج بتستغرب جدا وبتقول هو ليه الموضوع ماشي بالظبط زي الحلم، وازاي اصلا فكر امها بيتغير فجأة، وبتبقى عارفة تفاصيل هي ما قالتهاش. والدكتور بيشوش افكارها وبيقول لها ان العملية ممكن تكون معقدة بزيادة مع امها وان حالتها خطيرة. فبتقول يونج ان هي مش فارق معاها كلامه، وقبل ما تمشي امها بتكتب لها ورقة عن مكان المسجل اللي هي عايزاه بالظبط في البيت. وفعلا بتروح يونج على البيت وبتاخد الحاجة اللي هي عايزاها، ولكن بتقول لنفسها ان هي مش هتموت زي الرؤية اللي شافتها وانها تغير قدرها. وبتلاحظ ملف غريب في المكتبة وبيكون جواه شريط تسجيل قديم، وبتكون مهتمة جدا انها تفتحه وتشوف فيه ايه، ولكن بتكبر دماغها عشان الوقت وبتمشي. ولما بترجع المستشفى بتكرر مشهد القتل من جديد زي الرؤية، ولكن المرة دي بتكون يونج عارفة ومستعدة انها تتصرف ازاي مع هيون، وبتقولها بثقة انها تدخل التسجيل ده لوالدتها بنفسها ومش هتديه لحد. ولكن هيون بتقولها بخبث ان هي مش هتخش طالما والدتها في جلسة العلاج الطبيعي. وساعتها
وساعتها يونج بتوافق بمكر وبتديها تسجيل، وساعتها هيون بترفع التسجيل فوق وبتندى على الناس والممرضين وبتقول بصوت عالي ان اختها بتعامل والدتهم وحش وان هي معاها الدليل القاطع جوه التسجيل ده. ولما بتيجي زميله والدتها في الغرفه بتستغرب وبتقول ازاي يونج تقدر انها تعمل حاجه زي دي، وان هي عارفه عنها انها بنت كويسه ومحترمه. ولكن هيون بتبدا في التمثيل وبتقول لا هي مش زي ما باينه خالص، وان هي كانت بتعامل اهلها وحش دايما وبتضربهم. ولكن يونج بتقولها ببرود انها لو جدعه تقدر انها تشغل التسجيل وتبين للكل هي ايه الحقيقه، ومش بيبان انها خايفه تماما. وبتكون هيون مش فاهمه هي ليه مش خايفه وواثقه من نفسها. ولكن اول لما بتفتح التسجيل بتفهم هي ليه كانت عادي جدا، وده بسبب الاغنيه اللي شغاله جوه التسجيل، هي اغنيه اطفال بريئه مش اكتر. وساعتها الست بتقول ان هيون ظلمتها وافترت عليها، وبتقول يونج انها ممكن تبلغ البوليس بتهمه التشهير لان اللي هي عملته ده جريمه يعاقب عليها القانون. ولكن اختها هيون بتبدا انها تتاسف وتتمسكن وبتقول انها كانت غلطانه وسوء تفاهم. ولكن هي عارفه ان يونج كانت بتتعامل مع اهلها وحش زمان اول لما جت، وعشان كده كانت فاكره انها دلوقتي كمان بتضايقها. ولما يونج بتقول انها برضه هتتصل بالبوليس بتقول هيون ان هي معاها دليل اصلا ايدين يونج، ولكن كانت مش عايزه تطلعه حفاظا على مشاعرها، وبتخرج التليفون بتاعها بيكون عليه التسجيل المزيف. وساعتها يونج بتفكر وبتقول ان اكيد حد بيساعد اختها وبيدعمها، ولكن برضه بتقول حجه منطقيه جدا، وهي ان ليه الشخص اللي بعت لها الريكورد ده ما فضحنيش لحد دلوقتي وبعته للبوليس مباشره. فبتقول هيون بتوتر ان هو اكيد خايف بس على اسمهم وسمعتهم. فبتقول يونج بذكاء ان اللي يخاف على اسمهم اكيد شخص يعرفهم وقريب منهم، وده بيخلي هيون تتوتر جدا وتخاف. ولكن في الوقت ده بيخرج الدكتور وبيقول ان هو عايز واحده تخش لامهم قبل العمليه، وساعتها بتخش يونج وبيكون معاها التسجيل الحقيقي، وبتقول لامها انها جابته لها زي ما هي طلبت. ولكن افكار والدتها بتكون كلها سوداويه وعن قد ايه يونج عايزه تاذيها وعايزه تاخد فلوسها، وان هي كانت السبب في موت ابوها. ومش بتكون يونج فاهمه هو ليه تفكير امها وهي ما عملتش حاجه، وبتخرج بره الاوضه تفتكر بحزن قد ايه والدتها من فتره صغيره جدا كانت بتعملها كويس جدا وبحنيه، لدرجه ان لما يونج كانت بتكنس كانت بتقوم تساعدها. ولكن دلوقتي تفكيرها مختلف تماما، وبتروح في النوم التعب، ولما بتصحى بتلاقي الدكتور خارج ومع والدتها كرسي، وعشان كده بتاخدها منه وبتزق الكرسي متحرك بتاعها لحد لما بتيجي هيون وبتقول لها انها بقت كويسه جدا مع امها. وساعتها بتقول ان طالما امها كويسه معاها اكيد هي كمان هتكون كويسه. وساعتها الام بتفكر وبتقول طالما انا كويسه ليه بتاذيني، ومش بتكون فاهمه ليه افكار والدتها عامله كده وملخبطه. ولكنها بتاخدها على الغرفه بتاعتها وبتقول للام في افكارها انها عايزه لبن، وساعتها بتكون يونج هتجيبه بس بتحس بحدثها ان في حاجه غلط، وان الحاجات دي كلها بيكون قرارات وتلقين من هيون لكيرا عشان بس توقع يونج في غلط. وبتقول انها مش معاها فلوس وبتخلي هيون هي اللي تجيب، ولكن لما بتيجي علبه اللبن يونج هي اللي بتخلي والدتها تشرب منها. ولكن امها بتنزف دم من بقها فجاه، والدكتور بيخش وبيقول ان ده بسبب وجود ماده سامه في اللبن، وده طبعا يضر امها جدا. وبعدها الدكتور بيحط ايده على دماغ والدتها وبيهديها، ولكن فجاه الام بتتعصب بدون داعي وبتقوم تصوت في المكان، وده بيكون شيء غريب جدا. وبتبدا انها تشاور على يونج باتهام، وساعتها يون بتبدا تسال امها بتمثيل هل انت قصدك ان البنت دي هي اللي ادتك الحاجه دي؟ وامها بتفضل تقول بوشها. وساعتها يون بتقول ليونج ازاي تقدري انك تعملي كده في والدتك وتسمميها؟ فبتقول لها يونج ان هي بريئه وانها واثقه ان في حاجه غلط، وان هيون هي اللي جابت اللبن. وساعتها يون بتقول انها بتستغل بس ان امها مش بتقدر تتكلم، ولكن يونج بتقول ان دي مش حقيقه، وان هي اكتر واحده بتحب امها وهم عارفين. ولكن بسبب ان كلام يونج بيكون مش مقنع للاغراب بتقول زميله امها في الغرفه ان هي اكيد بتعمل كده عشان خاطر الفلوس والميراث. بس في الوقت ده بيوصل ضابط شرطه بيكون صديق يونج وبيقول ان هو جاي هنا عشان يحقق في الموضوع. وساعتها بتبدا هيون انها تسخنه على يونج، بتقول انها بتاذي امها جامد، والدكتور كمان بيشهد ضدها زور. ولما بتقول يونج ان هم كلهم كذابين وانها صورت لهم فيديو وبتشاور لهم على كاميرا مخفيه كانت حطاها، وبتقول للضابط ان هي معاها دليل قاطع ان مش هي اللي جايبه الدواء ده اصلا ولا اللبن. وبتقول للدكتور وصاحبته ان هم لو عايزين يثبتوا عليها اي حاجه ممكن يشوفوا فعلا الفيديو ده. ولكن طبعا بيبداوا ان هم الاثنين يجيبوا ورا ويخافوا ويقولوا ان هم مش قصدهم الكلام اللي كانوا بيقولوه، وانهم ممكن يكونوا غلطانين. والبنت هيون بتكون خايفه تترحل، وامهم كيرا بتكون مش عارفه اي حاجه بتحصل حواليها ومش فاهمه حاجه كانها في اللاوعي ومنومه مغناطيسيا. ولما يونج بتقابل الدكتور بعد ما بيخرجوا بيبدا يقول لها بضعف ان هو اسف جدا على كل حاجه، ولكن هو مش عايز مستقبله يضيع، وبيطلب منها انها تسيب القضيه وما تفضحوش، وان هو خلاص مش هيعمل حاجه ضدها تاني. وبيقول ان كل حاجه كانت خطا بتحصل من عنده هو، وبيقول لها ان النهارده لو هي سابته في حاله هو كمان مش هيجي جنبها. وبتخش يونج عند والدتها وبتقعد تعيط جنبها وبتقول انها مش فاهمه ايه اللي بيحصل ولا هي ليه بتعمل كده، وبتصر على اتهامها بالشكل ده. وبتفتكر اول مره جت فيها البيت لما قالت لها امها بحب انها كتبت لها في الوصيه نص ثروتها. وطبعا في الوقت ده يونج كانت مبسوطه جدا معاها وكانت نفسها ان الايام دي تطول وتعيش معاها في سلام، ولكن ده ما حصلش. وفجاه بتحصل مفاجاه مدويه، والظابط اللي يونج اتفقت معاه بيخش الاوضه وبيقول لهم جديا انه متاسف جدا على انقطاع اللحظه الدراميه
الدراميه دي، ولكن هو معاه دليل قاطع وهو تقرير المعمل الجنائي اللي بيقول ان هم لقوا مصدر يود السام اللي كان جوه اللبن، وان فعلا في شخص حاول ان هو يوقع يونج في مشكله ويلفق لها التهمه. وساعتها يونج بتشنج وبتقول للظابط قدام الكل عن موضوع التسجيل الصوتي اللي هيون كانت بتهدده بيه، وانها اكتشفت الشريط برضه قبل ما تيجي هنا المستشفى، وان الجاني الحقيقي اللي بيخطط لكل ده اكيد هو اللي بيعمل كل المؤامرات دي. فبيقول الظابط بثقه ان هو استجوب اختها هيون في تحقيق مبدئي، وقالت بتوتر ان في شخص مجهول هو اللي بيكلمها وبيبتزها، ولكن الظابط بيقول ان هو هيقدر يلاقيه او يقدر يثبت ان اختها هي اللي بتعمل كل ده وبتالف القصص دي قريب جدا. ولما يونج بتقول بانهيار انها مش فاهمه امها ليه بتلفق لها التهم وبتصدق هيون دايما، بيقول الظابط بتساؤل ذكي: هل انت متاكده يا يونج ان ده بيحصل بقصد ووعي كامل منها؟ وساعتها هي بتسكت ثواني بصدمه لانها مش بتكون فكرت في الموضوع ده خالص، وهو انها ممكن تكون امها بتعمل ده كله غصب عنها وتحت تاثير حاجه خارجيه. وبيقول الظابط لا بتحليل منطقي ان اللي بيعمل كده وبيلفق لها كل التهم دي بدم بارد يقدر جدا ان هو يعمل برضه حاجه لوالدتها تخليها تفكر في التفكير ده وتكره بنتها اللي بتحبها. وبيقول انه من الصعب جدا ان هم يقدروا يجيبوا دليل مادي ملموس على مصدر اليود الرئيسي ومين حطه بالظبط، ولكن هيقدر اكيد انه هيلاقي اي حاجه تانية تفيدهم في التحقيق. وساعتها يونج بتقول ان كل حاجه كانت بتحصل الفتره اللي فاتت دي من مشاكل وحوادث هي واثقه انها من تخطيط هيون الشيطاني. وبيقول لها الظابط بتعاطف ان كيرا والدتها ست غلبانه ومريضه وانها لازم تقف جنبها وتساعدها عشان مش عايزين ان حد يأذيها اكتر من كده. وبيقول ان هي بتتعرض للاذى النفسي والجسدي من غير ما تقول حتى او تشتكي، وده معناه ان هي مسيره ومش مخيره، وده معناه برضو ان هي بتعمل ده بالاجبار والسيطره. فبيقول لها انه ممكن بيكونوا بيستخدموا عليها تقنيه التنويم المغناطيسي المتطوره، وساعتها بيمد ايده لها عشان يكتشفوا حل القضيه دي مع بعض ويوقعوا المجرمين. وبعدها بتبدا بقى يونج كانها بتراجع شريط ذكرياتها وكل الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، وبتلاحظ حاجه غريبه جدا، وبتلاقي ان كان في صور مميز وغريب دايما ملبوس في ايد هيون او الدكتور في كل المواقف اللي امها كانت بتتصرف فيها بغرابه، وبتقول ان الصور ده اكيد هو السبب في كل حاجه ومفتاح اللغز. ولما بتيجي هيون الغرفه والدتها بتصحى فجاه، وبتفهم يونج وقتها ان في حاجه فعلا غلط، خصوصا ان والدتها بيبدا يجي لها حاله من الصرع والتشنجات. وبتقول هيون بخبث ان هي تروح تجيب الدكتور عشان يلحقها، وساعتها يونج بتستغل الوقت وغياب هيون وبتسال والدتها بسرعه اذا كانت هي بتتعرض للايذاء من هيون. وساعتها والدتها بتكون خايفه ومرعوبه انها تعمل اي حاجه او تتكلم، ولكن بنت بتطلب من امها انها تكتب في الكشكول عشان ما حدش يسمع. وساعتها بتبدا انها تكتب بايد مرتعشه انها من ساعه لما دخلت المستشفى بتبدا تسمع صوت جرس كتير جدا في ودنها، وحد بيبدا انه يكرر لها التعليمات ويقول لها المفروض تعمل ايه وتفكر في ايه وتتصرف ازاي، ولكن هي مش عارفه مين اللي بيعمل كده وصوته ايه. وبتفهم يونج في وقتها ان هيون والدكتور بيعملوا لها تنويم مغناطيسي عشان تفكر في التفكير ده وتكره يونج. والام بتكمل كتابه بتقول ان من اليوم التاني اللي جت فيه هنا بدات انها تفقد الشعور بالوجع اصلا، وده طبعا بيكون برضه بسبب التنويم المغناطيسي اللي بنتها هيون والدكتور بيكونوا عاملينه لها عشان يسيطروا عليها. وبتفتكر يونج ان كل مره كانت بتفكر فيها انها تقف ضد هيون وتكشفها كانت بتخسر بطريقه معينه، وده بسبب ان امها كانت دايما بتقف في صفهم وبتدافع عنهم بسبب السيطره العقليه دي. وبنشوف الضابط وهو بيحاول يدور ورا هيون والدكتور في اي حاجه مشبوهه، ولكن مش بيلاقي دليل مادي قوي في الاول. وبتكون يونج هي اللي قدرت انها تفهم كل حاجه من امها في الوقت ده، وقالت لها انها تخليهم يدفعوا الثمن غالي وانها تتصل بالضابط عشان تفهمه اللي وصلت له، وفعلا بتطلب منه ان هو يجي. واول لما بيجي بتقول له انها فهمت كل حاجه، وبتقول انها لقت الطريقه كمان اللي هتثبت بيه ادانتهم، وبتوريه كل الافادات والكتابات اللي اخدتها من امها. وبيقول لها الضابط انه اكتشف ان الدكتور اصلا اللي بيعالج حاله والدتها ده كان عنده قضيه من 3 سنين انه بيعمل تنويم مغناطيسي بطريقه غير قانونيه لمرضى اغنياء عشان يبتزهم، وده طبعا هو اللي عمله مع امها برضه، وبيستخدم العلاج بطريقه مش قانونيه. وبيقول ان اكيد اختها هيون هي الوحيده اللي تقدر انها تساعده في حاجه زي دي وتسهله الدخول للعيله. وبتبدا بقى يونج تفكر وبتقول ازاي هقدر اني اوقعها واخليها تعترف، ولكن الضابط بيقول لها ان هم لازم يفكروا سوا في الحاجه اللي يقدروا ان هم يوقعوا بيها هيون والدكتور في الفخ. وبيقول ان اكتر حاجه اكيد كانت بتحاول هيون انها توصل لها هي ثروه العيله الكبيره، لان هي مجرد بنت متبناه ومش لها اي حق في الثروه بعد ما امها تموت. وساعتها بتسال يونج الضابط ان هي طيب مش فاهمه الدكتور ليه ممكن يعمل كده ويخاطر بمستقبله. فبيقول الضابط ان الدكتور ممكن يكون على علاقه باختها عاطفيه او ماديه، وخصوصا ان هو مدين قمار وغارق في الديون، واكيد محتاج الفلوس دي اكتر من اختها كمان عشان يسدد ديونه، وعشان كده قرب من اختها وحاول ان هو يعمل المخاطره الكبيره دي عشان بس يقدر ان هو يجمع الفلوس ويدفع الفلوس للعصابات اللي بتهدده. وساعتها يونج بتقول ان هي لازم تلاقي صله ما بينهم ومكان يقدروا ان هم يتجمعوا فيه عشان تقدر انها تكشفهم وتصورهم. وبيقول الضابط ان هم يعملوا لهم فخ يقدروا ان هم يثبتوا بيه كلامهم ده، لان كلامهم لحد دلوقتي هو مجرد كلام على ورق واستنتاجات. وفي اليوم اللي بعده بتكون يونج قاعده مع امها في غرفتها في المستشفى، وفجاه بتخش هيون عليهم، ولكن بتلاقي ان وش والدتها متغير عن كل مره ومش بتضحك لها، وبتسالها هيون بشكل
شك انت مالك، هل يونج ضايقتك؟ فبتشاور الام لا، ولكن يونج وقتها بتقول لها بحده انها مش كل مره هتيجي بقى تقول ان هي مضايقاها وتتهمها. وساعتها امها بتبدا تكتب في الكشكول وبتوري هيون وبتقول لها انها مشغوله عنها جدا الفتره اللي فاتت ومش بتزورها، ولكن هيون بتبرر الكلام ده طبعا ان هي مشهوره وعندها تصوير وان الكلام ده عادي، ولكن يونج بتقول ان هي كمان مشغوله بس بتفضي نفسها. وساعتها امها بتكتب لهيون بطلب غريب ان هي عايزاها ان هي اللي تفضل معاها النهارده، وساعتها هيون بتوافق تحت الضغط. عشان كده يونج هي اللي بتخرج من المكان وبترجع البيت وبتبدا تقول لنفسها ايه هي كلمه مرور اللابتوب ده، لان ده بيكون اللابتوب الشخصي بتاع اختها، وبتبدا انها تحاول تجيب الباسورد وتجرب تواريخ ميلاد، وبتقدر فعلا انها تجيبه وتفتحه وبتلاقي صور حميميه لها مع الدكتور والرسائل، وده بيكون اثبات قاطع ان هم على علاقه سوا وبيخططوا مع بعض. ولما بترجع المستشفى بتلاقي ان الدكتور واخد امها لبره الاوضه، ولكن بتوقفه وبتساله هو واخدها فين، فبيقول بتوتر ان هي عايزه تاكل حاجه حلوه عشان كده هياخدها لبره يتمشوا. وساعتها يونج بتسمع افكار امها الحقيقيه وبتقول انها عايزه تاكل زلابيا فعلا، وعشان كده بتقول لهم ان هم ممكن يفضلوا هنا، وبتروح هي تجيب لامها الاكل اللي هي عايزاه من غير ما تخرج بره المستشفى عشان ما تسيبش امها معاهم. ولكن لما الام بتاكل من الاكل ده بتتعب برضه للمره الثانيه، وساعتها بتيجي هيون وبتبعد يونج عن امهم، والدكتور بيقول لهم بخبث ان هو كان عنده حق من الاول وان يونج هي بنت سامه جدا، وبيقول انها كانت هتقتل امها بالاكل، ولكن يونج بتفقد اعصابها وبتضرب اختها بالقلم. وساعتها يون بتستغرب جدا وبتقول لها ان هي ازاي بجحة قوي كده لان هي اذت امها دلوقتي. وبتنزل هيون عند امها وبتبدا انها تحرك ايدها بحركات معينه عشان تشغل التنويم المغناطيسي والسيطره عليها، ولكن يونج بتلاحظ وبتبعد ايدها عن امها وبتقول لها ان والدتهم مش عندها صدمه نفسيه عشان تتعامل معاها كده، وان هي عارفه دوافعها القذره. ولما الدكتور بيسال بتوتر يعني ايه الكلام ده، بتقول هيون ان الكلام ده مش مهم، وان هي عارفه يونج كويس وعارفه انها بتكشف دلوقتي عن وجهها الحقيقي، وهو الوجه العصبي والطماع اللي عايز امها تنتحر عشان تاخد كل الفلوس. ولكن يونج بتقول بثقه ان هيون والدكتور متفقين سوا وان هي معاها دليل كمان. ولما بتقول هيون بكذب انها اول مره تشوف الدكتور لما جت المستشفى، بتقول يونج ان هي معاها الاثباتات اللي تثبت ان هم عارفين بعض من زمان وان هم الاثنين متفقين عليها. ولما بتقول هيون ان هي اختها وعيب تقول الكلام ده، بتقول لها يونج انها بتثير الجدل من ساعه ما شافتها، وبتقول لهم ان هي دلوقتي هتثبت الكلام ده، وبتخلي امها تكتب اللي يثبت ان هيون بنت مش كويسه. ولما هيون بتبدا انها تقول لامها بتمثيل انا الشخصيه المشهوره اللي بساعدك، ازاي تقولي عني كده، بتقول يونج ان اكيد امها هتقول عنها كلام وحش طالما هي مشغوله عنها، والدكتور اللي كمان بيعالجها غلط. وساعتها الدكتور بيبدا يبص في الارض بخوف وبيقول ان هيون هي السبب في كل حاجه وان هي اللي خططت، بس يونج بتقول ان هي عارفه ان هو مدمن قمار، وبتقول كمان انها عمرها ما تثق في واحد زيه، وان هي عارفه انه عنده جريمه زمان انه كان بينيم المريض بتاعه مغناطيسيا عشان يسرقه. وبتقول زميله امها في المستشفى ان هي سمعت كمان عن الموضوع ده قبل كده، وان هو كان في مستشفى حكومي واترفد قبل ما يجي المستشفى الخاص بسبب سوء السلوك، وكمان كان عنده تعويض بقيمه 5 مليون ودلوقتي مديون بالمبلغ ده. ولكن الدكتور بيقول ان هو حتى لو مديون ب10 مليون دي مش حاجه تدل يعني ان هو على علاقه بهيون عشان خاطر الفلوس. ولكن بتخرج يونج الصور من جيبها اللي خدتها من اللابتوب وبترميها عليهم، وطبعا دي بتكون فضيحه. ولما بيقول ان دي حاجات مزيفه، بتقول يونج ان ده مش مزيف خالص وان هي واثقه من كلامها. وساعتها يونج بتبدا تجيب ورا وتنهار وبتقول لها انها غلطانه، بس الدكتور هو اللي قال لها تعمل كده وانها وقعت في فخه. وساعتها الدكتور بيقول لها ان هي كذابه وان هي اصلا طلبت منه يعمل ده. وساعتها يوم بتبدا تقول لامها انها اسفه جدا، ودي بتكون اول مره امها تتكلم وتنطق، وبتقول انها دمرت كل حاجه بايدها وان هي مش في ايدها حاجه تعملها، وبتقول انها تتخلى عنها. ويونج بتقول لها انها مش هتخليها تهرب من القانون. والضابط بيوصل وبيقول ان هما الاثنين يتقبض عليهم. وساعتها يوم بتفقد عقلها وبتمسك رقبه يونج وبتهددها وبتخرج بيها على السطح وبتهددهم انها تقتلها وترميها. وساعتها الضابط بيقول ان كده التهمه هتكون تهمتين او اكتر كمان، وانها لازم تسيبها ويخفف الحكم من عليها. بس هي بتبدا تتكلم مع امها بتقول ان هي من اول لما يونج جت كل الاهتمام راح لها وانها غارت. فبتقول امها لهيون انها جهزت الجزء الميراث بتاعها وانها تسيب اختها وممكن كمان تكتب لها جزء اكبر، وبتقول لها انها هتشيل القضيه من عليها بس عايزاها تسيب يونج في حالها. وساعتها الام بتنزل من على كرسي متحرك وبتبدا تزحف لحد عندهم عشان تنقذ بنتها. بس هيون بتقول بانهيار ان هي فعلا غلطانه من البدايه عشان سابتهم يتحكموا فيها. ولكن ساعتها بتقدر يونج انها تفك نفسها من قبضه هيون، بس هيون بتتزحلق وبتكون هتقع من فوق. وساعتها الدكتور بيحاول انه يلحقها لانه بيكون بيحبها فعلا، ولكن للاسف هما الاثنين بيقعوا من فوق وبيموتوا. والضابط بيطلب الاسعاف لان يونج وامها كيرا بيكونوا وقعوا على الارض مغمى عليهم من الصدمه. وفي النهايه بنشوف ان يونج بتصحى من الغيبوبه اللي كانت فيها، والضابط بيقول ان اختها والدكتور ماتوا وما فقت من التنويم المغناطيسي اللي هي كانت جواه، وبيديها ملف كامل عن القضيه. وساعتها يونج بتقول انها عايزه تشوف والدتها، وبتقوم من على السرير بسرعه وبتروح على اسم الطوارئ وبتلاقي ان امها خارجه منه سليمه. ويونج بتوعدها ان من النهارده حياته ما تكون كويسه وهيعيشوا سوا في سلام.